اقول لك حاجه دلوقتي. انا لسه سمو الامير فادي بن خالد مكلمني، اتفقنا خلاص انه محمد عبد الشافي في اهلي جده هم كانوا دافعين $1,200,000 دولار، وهيبعتوا لنا 2,800,000 يبقى ده $4,000,000، وهيدوا اتوبيسين كبار هديه لنادي الزمالك. وهيدوا ايه يا فندم؟ اتوبيسين هديه لنادي الزمالك فوق ال $4,000,000. احنا خدنا قبل كده 1,200,000. انا فاهم هيبعتوا لنا 2,800,000 يبقى كده $4,000,000 بالظبط كده، واتوبيسين فوقيهم للهدايا للزمالك من سمو الامير ب 2 مليون جنيه. 2 مليون 2 اتوبيس، ما اعرفش بكام الاتوبيس انا بمليون يا فندم، بمليون بمليون. لا يبقى الهديه من الامير اتوبيسين للعيبه بتوع الزمالك. شيء والله صفقه الحقيقه محترمه جدا. لسه دلوقتي قافلين، والفاكس هيوصل الساعه 8، مجلس الاداره هيقعد 8:30 9، وافقنا ان شاء الله خلاص. ومحمد عبد الشافي في اهلي جده باذن الله. كلام كويس جدا. هل برضو في باسم في تفاوض يا فندم برضو؟ لا هو العرض جاي لايمن حفني من نادي اتحاد جده. احنا مصممين على $3 مليون. هم طبعا عشمانين فيا شويه على اساس $3 مليون ده بيع نهائي يا فندم؟ لا يا فندم، سنه اعاره ب $3 مليون. هم عارضين $2,500,000. خلينا اشتري لعيبه. معلش يا فندم، الموضوع ده موضوع جديد ومهم. ايمن حفني اتحاد جده هم طالبين، هم حاطين $2 مليون وحضراتكم طالبين 3 مليون. وانا طالب 3 مليون. 3 مليون. كلمني السيد ابراهيم البلوي رئيس النادي. انا طالب، هو عارض 2.5. ده اتحاد جده يا فندم ولا اهلي جده؟ لا اتحاد جده. اتحاد جده. ابراهيم بلوي ده رئيس نادي اتحاد جده. تمام. بس ده انا حاجتين مين هم دول عشان وبعدين يروح سنه. انا عندي مصطفى فتحي وعندي لعيبه كتير كمان انا اتعاقدت معاها. وبعدين يا فندم هتعملوا ايه كل الملايين دي؟ والله تقريبا هيجيب ميسي. لكن اللي انا عايز اقوله يا احمد يعني ما اوضحوش لان انا اللي بتفاوض. لا احمد رفعت تفاوضت معاه، ولا كهربا، ولا الاخ صالح.